السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من النهارده بقى انسوا إن إحنا نشتري العيش الفينو من الفرن تاني، هتعملي العيش الفينو بمنتهى البساطة من غير تعب خالص ومن غير أي حاجة، وأضمن لِك إن هو يطلع معاكِ ناجح مليون المِيّة. هتعملي العيش الفينو الاقتصادي بدون بيض وبدون زبدة وبدون لبن وبدون حاجة خالص، هنعمل 21 رغيف بنُص كيلو دقيق، من غير أي تكلفة ومن غير أي مجهود، بنروح نجيبه من الفرن غالي جدًا. لأ النهارده هنعمله بطريقة حلوة وسهلة وبسيطة، وكمان يعني ما فيهاش شغل كتير، وهتحصلي على النتيجة الحلوة اللي أنتِ شايفاها دي. عيش الفينو أحلى من بتاع المخابز، كلنا طبعًا عندنا مدارس وكلنا بنشتري العيش الفينو وبنروح نشتريه غالي وما بيكفّيش حاجة، وتحسّي إن الرغيف اللي أنتِ بتاخديه من المخبز ما بيكفّيش، يعني تحسّي إن هو خفيف كده ما بيشبّعش. لأ العيش ده النهارده هيشبّع، وبُصّي عامل إزاي، وكمان الكمية بسم الله ما شاء الله وفيرة جدًا وبنُص كيلو دقيق. تعالي بقى أقول لِك على المقادير وعلى الوصفة من غير كلام كتير عشان تقومي تعمليه حالًا. لايك بقى وشير للفيديو لو أول مرة بتشوفوني. أول حاجة هنا هاجيب البولة بتاعتي وهانزل بيها بكوباية ونص مَيّة، المَيّة تكون دافية معايا، وبعدين هانزل ب4 معالق سكر، كمان هانزل بكيس خميرة الفورية، ممكن طبعًا لو عايزة الخميرة اللي في الفرن عادي بتحطي خميرة عادي قطعة كده حلوة كبيرة. هنقلّبهم بقى ونسيبهم إيه يعني بُصّوا يعني يعني لازم أقلّبهم تقليبة حلوة. هنا بقى أهم حاجة نوع الدقيق إن أنتِ تجيبي دقيق لكل المخبوزات. هنعمل بقى إيه التركاية اللي هتخلّي الفينو بتاعنا يبقى زي بتاع الفرن وأحلى منه كمان، وعمره ما يبات معاكِ ويجرى له حاجة. الخطوة دي، هنحط كوباية ونُص دقيق وهنضربهم ضرب جامد كده بالمضرب زي ما أنتم شايفين، ونسيبهم بقى إيه ربع ساعة كده لحد ما يخمروا ويبتدوا يرتفعوا معانا، وهنشوفهم دلوقتي شكلهم عامل إزاي، أهي. دي كده التخميرة الأولى اللي بيعملوها في الأفران وهي دي سر المخابز، وعايزة أقول لِك إن الخطوة دي بتخلّي العيش يقعد معاكِ ولا يفرول ولا أي حاجة، لو بات معاكِ لتاني يوم مش هيفرول معاكِ خالص والنتيجة هتبقى أحلى من بتاعة الأفران. تعالوا بقى هنا نعاير الدقيق، أدي كوباية، أدي 2، هاحط 4 كوبايات دقيق، 3، 4، كان عندي 4 كوبايات دقيق، فحطيتهم وحاطة كوباية ونص في التخميرة الأولانية، يبقى 5 كوبايات ونص. هانزل بقى هنا بُصّوا برشة ملح، وحطيت دلوقتي معلقة البيكنج باودر ورشة الملح، اللي هو نُص معلقة ملح أو يعني نُص معلقة حلوة، وهاقلِّب بقى كل ده كده على الناشف كده كويس، وبعدين هاجيب التخميرة اللي أنا عملتها وهانزل بيها فوق الدقيق. بعد بقى ما نزلت بالتخميرة عندي بقى نُص كوباية زيت هانزل بيها على العجينة بتاعتي دي، وآخد بقى كل ده كده إيه عجن بقى. بُصّوا أهي نُص كوباية زيت مش كبيرة يعني، أقل من النُص كمان بشوية، وهاخد هنا معلقة خل أساسي برضه مع البيكنج باودر هتدّينا معلقة الخل الكبيرة مع معلقة البيكنج باودر يعتبر مُحسِّن للعيش اللي إحنا هنعمله النهارده، وهتخلّيه معاكِ حلو جدًا. لاحظوا بقى هنا إن أنا باحط إيه مَيّة حبّة بحبّة، مَيّة دافية كده خالص ما تكونش سخنة أبدًا، تكون دافية بسيط. باحط بقى لغاية ما العجينة تلِم معايا واحس إن العجينة مش عايزة خلاص، المهم إن العجينة ما تكونش ناشفة. أنا هنا خلاص اتلمِّت معايا وهتشوفوا شكلها دلوقتي عامل إزاي، وخدت بقى على إيدي كده معلقة زيت على إيدي عشان تلِم معايا العجينة كلّها كده، وتضبّط معايا العجينة. بُصّوا بتبقى عاملة إزاي طرية مش ناشفة، أهم حاجة إن هي ما تكونش ناشفة. هاحطها بقى لغاية ما تخمر، وبُصّوا بقى التخميرة بقت بتاعتها عاملة إزاي، هو ده العيش اللي هيطلع معاكِ صحّي جدًا، جدًا زي بتاع أحلى من بتاع المخابز على فكرة ما يتقارنش ببتاع المخابز، إحنا هنعمله أحلى من بتاع المخابز، والكمية بسم الله ما شاء الله. بُصّوا بقى أنا هنا بادهن إيدي كده عشان الزيت عشان خاطر إن أنا أعرف أتعامل مع العجينة، مش عايزة إن أنا أحط دقيق، عشان العجينة ما تنشفش معايا، وآخد بقى إيه على حسب الرغيف، لو أنتِ عايزة الرغيف كبير يعني أنا هنا هاعمل رغيفين كبار، وهاعمل الباقي كلّه عيش مش كبير يعني متوسط. هتعملي بقى على حسب العجينة اللي أنتِ عايزاها، على حسب قصدي الفينو اللي أنتِ عايزاه شكله قد إيه، بتبتدي إن أنتِ إيه، تعملي، يعني تقطّعي العجينة على حسب الرغيف الفينو اللي أنتِ عايزاه. أنا هنا كنت مقطّعاه وسط، وهنجيب بقى صينية ندهنها برضه دهنة زيت صغيرة كده، ونحط عليها بقى التقطيعات اللي إحنا هنعملها. وكمان أنا هنا عاملة رغيفين كبار هاوريه لكم في الفيديو برضه، لو أنتِ بقى عايزة تعمليه كلّه كبير كده هتعمليه. وهنقطّع بقى ونكوّرها كده زي ما أنتم شايفين، ونخلّي التكويرة الرُّصّورة دي اللي هي من تحت كده، ونسيبها بقى. أهم حاجة إن أنتِ تريّحي العجين بين كل مرّة ومرّة تريّحي العجين. هنا بقى هنبتدي نشتغل على طول دهنا الصاج دهنة بسيطة بالزيت، ما تكتّريش في دهن الزيت، دهنة بسيطة جدًا. هنبتدي بقى نحط العجينة ونفردها زي ما أنتم شايفين كده بالنشّابة أو ممكن بإيديكِ، المهم إن أنتِ تفرديها، وهناخدها كده رول زي ما أنتم شايفين. بُصّوا ما فيش أسهل من كده، أنا باعملها بإيد واحدة وبتتعمل معايا. العجينة حلوة كده وماشية معاكِ زي الفل. هنحط بقى كده ونقفّلها، أهم حاجة التقفيلة عشان ما تفتحش مننا بعد ما تتخمّر، لإنها هتشوفوا دلوقتي الخُمر بتاعها هيبقى كتير إزاي. هاعمل بقى كده وهابتدي إن أنا أقفّلها
حلو كده أهو، واخلّي التقفيلة دي هي اللي من تحت في قلب الصاج. أنا باقلبها بقى كده بُصّوا باعملها أهو. ممكن بقى لأ، زي ما قُلت لكم كده لو عايزين تكبّروا رغيف الفينو هتكبّروه. هافرد بقى كده، برضه هاخدها زي ما أنتم شايفين، بُصّوا ما فيش أسهل من تشكيل العيش الفينو. هتفرديها فردة كويسة، وبعد كده هتروحي لامّة كده، بُصّوا ما فيش أسهل من كده. هنعملها كده ونقفّلها من هنا ومن هنا، ونحطها في قلب الصاج زي ما أنتم شايفين التشكيل كده سهل وبسيط وما فيهوش أي شغل خالص، الوقت كل الفينو ما خدش منِّك وقت خالص. بُصّوا أنا هنا باعيد وأزيد عشان تعرفي إن هي مش صعبة يعني وسهلة أوي. هاخلّص بقى كده والكمية كلّها، وهنشوف بقى نعمل إيه بعد كده. بُصّوا هتقفّلي أهم حاجة التقفيلة تكون حلوة كده وما تضغطيش بقى على الفينو خلّيه كده إيه، حلو. بُصّوا بقى هنا لاحظوا بقى التخمير لمّا يتخمّر هيبقى عامل إزاي. هنا بقى لازم أسيبه يتخمّر مش ما احطّوش أبدًا في الفرن إلّا لمّا يتخمّر، وهنا في الوقت ده باكون مشغّلة الفرن عشان يبقى سُخن. لازم يخش على فرن سخن. بصوا بقى شايفين بعد ما اتخمر بقت الكمية عاملة ازاي. هنا بقى بجيب ربع كوباية لبن كده وبحط عليها حبة نسكافيه صغيرين جدا وبحط عليهم معلقة سكر أو نص معلقة سكر يعني حاجة بسيطة يعني. وبدهن وش الفينو بتاعي ممكن طبعا تعملي بصفار البيض وعليه حبة لبن هيبقى أحلى برضه وهيديكي شكل جميل جدا. أنا كان عندي اللبن فعملت باللبن وطلع في منتهى الجمال. مش محتاج أصلا صفار بيض ولا أي حاجة. وبعدين اللي انت تدهنيه تحطي عليه السمسم على طول عشان اللبن بينشف بسرعة. فاحنا عايزينه ايه ياخد السمسم ما يقعش من عليه فتدهني وتحطي السمسم على طول. هنا بوريلكم وهو في الفرن عامل ازاي. بيتنفخ كده معانا وبسم الله ما شاء الله عليه في منتهى الجمال. تعالوا بقى شوفوا لما طلع من الفرن بصوا مش عايزه اقول لكم بقى انا هنا عملته بالبخاخه. رشيت عليه لازم وهو طالع من الفرن كده ترش رشه بالبخاخه كده بخاخه ميه ما فيهاش اي حاجه خالص. لازم رشة يعني هي دي التركية اللي بيعملوها في الأفران اللي بتخلّي معاكِ العيش يفضل معاكِ طري، ويبقى معاكِ العيش بالمنظر اللي أنتِ شايفاه ده، زي بتاع الأفران بالضبط. بالنسبة للتسوية بقى أنا ما قُلتلكوش عليه وهو في الفرن، أنا باشغّل الفرن طبعًا قبل ما أحط العيش بفترة، يعني لازم الفرن يبقى سخن تسخين كويس. بادخّل العيش الفينو من تحت في الرف الوسطاني، وآخر رف يعني الأرضية بتاعة الفرن حطي فيها صاج كده أو صينية فيها مَيّة سخنة كده وسيبيها فيه مع العيش وهو شغال وأنتِ حاطة العيش في الرف الوسطاني. دي طريقة حلوة بتخلّي العيش معاكِ يعني يطلع معاكِ أحلى كمان. سيبي الصينية في أرضية الفرن كده تحت وحطي العيش الفينو في الرف الوسطاني. وبعد كده شايفين أصلًا المنظر عامل إزاي، أنا باتنيه بيرجع تاني، العيش الفينو تتنيه يرجع معاكِ تاني، يعني بُصّوا المنظر عامل إزاي. ما علينا، وبعد كده بقى أمّا تحسّي إن هو خَد لون من تحت بتشغّلي الشواية عليه، ده لو احتاج شواية. ممكن ما يحتاجش أصلًا للشواية، بتولّعي الشواية ثانية كده، ما بياخدش وقت خالص في الشوي من فوق. يعني تلاحظي إن أنتِ ما تسيبوش كتير، حاجة بسيطة كده وتطفي عليه. أول ما تلاقيه خَد لون بتطفي عليه، وبتطلّعيه ترشّيه بالبخاخة، بخّة بسيطة كده مش كتير يعني وهو الصاج سخن كده هندّي له رشّة بسيطة كده، ونروح مغطّينه بأي فوطة، وعليها من فوق كيس بلاستيك. بعد كده بقى سيبيه 5 دقايق أو دقيقتين يعني وبعد كده طلّعيه. بُصّي بقى العيش الفينو بتاعنا عامل إزاي. أنا وريتكم المنظر وأنا باتنيه في إيدي بيتفرد تاني إزاي يعني. عارفة الفينو الناجح هو كده، أنتِ بُصّي بتتنيه بإيديكِ بتلاقيه رجع تاني. اللي هو يعني فعلًا العيش الفينو معمول بطريقة حلوة. ولو مشيتِ على المقادير مضبوطة وعلى الطريقة دي أضمن لِك إن أنتِ تعملي عيش أحلى من بتاع الفرن. وما خدش وقت خالص وكمان الكمية حلوة، يعني أنتِ هتعملي كمية حلوة. نُص كيلو دقيق، ما بالِك بقى لو عملتِ كيلو دقيق ما شاء الله يقعد معاكِ أسبوع في الفريزر تطلّعي بقى كل يوم منه ساعة المدارس أو لو هتتعشوا أو لو هتفطروا بيه. ما فيش أحلى ولا أجمل من كده. من النهارده بقى اوعي تشتري العيش الفينو. لايك بقى للفيديو لو عجبِك.